السلام عليكم. دي عبايه بنص ليها افرنجي زي ما انت شايف كده. بص، انا عامل لها البشليك ده وهي ما بتعملش، انا عامله على اساس يدي منظر تاني جديد. هتلاقيني طبقه على جديله اللي هي ضفيره انتوا بتقولوا عليها، واللي هي نفس الوضع اهي، طبيعه على جديله. وطبعا الكتاب برضو نفس الوضع، طبيعه على جديله، عشان تبقى باينه كلها ماشيه مظل واحد. الصوره بقى اللي هي كلها هتشوفها كلها ايه، ماشيه مظل واحد. ماشي اهي، ادي صدر العبايه بحاله. ماشي، ارجع لورا شويه، وادي برضو زي ما احنا ماشيين. ادي اسم صاحبها، ادي اسمنا احنا، وادي اسم صاحبها اهو برضو مكتوب هنا، دكتور حسام اهو. ماشي، دي برضو بتتلبس كده يعني، ممكن يعني في ناس بتسأل كتير تعمل دي ازاي، بس هي كده. بص اهي، بطلع دراعي ده اهي، وممكن اعكسها اهي. طبعا كتير بيسألوا الطريقة دي كده، بقت مرفوعة على الأرض. طبعا انت شايفينها هي كبيرة عليها شوية لأن هي صاحبها مليان عني. ماشي اهي، وممكن الناحية التانية برضو اهي، وبرضو هي صدرها مفتوح اه. ماشي، المهم انا عايز اوريك ايه، اوريك إيه تقفلها كله. دي زي ما قلت لك على ضفيرة لحد تحت، لحد الديل، لحد الاخر اه. فهمتني؟ والناحية التانية طبعا عادية، هي اساسا كلها بتبقى كده عادية كده. ماشي اهي، وادي منظر ايه كامل ليها. قفل، هي قافله نفسيها، انا مش قافلها، هي قافله نفسيها. انا ايدي بره لوحدها اهي، ايدي. اي اسئله ممكن تكتبها لي، وادي ظهرها هو برضو. وادي كتافها، عشان ايه، شوف كتفها دي معموله قطن حرير باروتي. وادي الكم، وتتلبس زي العبايه العاديه خالص برضو باي طريقه، بس هي افضل شيء كده زي ما هي ملبوسه كده. تمام. تحياتي ليكوا، واتمنى اي اسئله انا تحت امركم. وبس لايكات معانا على الفيديو، عشان ايه القناه بيبقى عليها شويه مشاكل كده. ربنا ييسر الحال. اهي برضو منظر اخيرا، وصدرها مفرود اهوت. هات يا ابني فوق هنا، صدرها مفرود اهو، والناحيه التانيه شرحه اهو. ولقيتها قافله لوحدها، قافله نفسيها من غير ما اقفلها ولا اعمل فيها اي حاجه. وانا بتحرك بقى عادي جدا، مفيش اي مشكله منها. السلام عليكم.